هي عضله الكتف دي محتاجه ايه علشان تتطور وتكبر في الحجم؟ ها ايه بقى؟ اولا الكتف عباره عن عضله بنسميها الدلتويد. يقول يا سامي انا افهم. طيب يا سيدي، العضله دي بتتقسم حسب اتجاه الالياف بتاعتها، بتتقسم لثلاث اتجاهات: امامي وجانبي وخلفي. زين. العضله دي وظيفتها بقى ان هي ترفع دراعك لفوق، بس كل اتجاه بيشغل الياف اكتر شويه من الالياف الثانيه. يعني ايه؟ يعني علشان نركز على الكتف الامامي محتاج اي دفع للدراع فوق الراس، والحركه دي بتتسمى اوفر هيد بريس، وتعتبر دي اكتر حركه مؤثره للكتف الامامي، والحركه دي بتتعمل بالبار او الدمبلز او الجهاز. نرجع لمرجون. الكتف الجانبي بقى محتاج حركه ويخلي دراعك يبعد عن جسمك، بالبلد يعني هترفرف بالجانب. عايز تعملها بالكيبل تمام، عايز تعملها بالدمبلز قشطه، المهم اللي يريحك في الحركه، ولو في جهاز يبقى تمام قوي. الفروقات بينهم بسيطه والنتيجه قريبه، وانت ليك حريه الاختيار في ده. وجهة نظر. الكتف الخلفي بقى بيحتاج انك ترجع دراعك لورا، وهو مرفوع يفضل زاويه 90 درجه. عايز تعمله بجهاز الفراشه الخلفي عكس تمام، عايز تعمله بالحبل فيسبول تمام برضو، كيبل عادي شغال برضو. وفي تمرين بقى بيبقى بدمبلين وتيجي توطي لتحت كده. لا الكلام ده مش هاكل معايا يا برنس. الكتف بيتصنف من العضلات الصغيره، فبالتالي بيحتاج حجم تدريبي متوسط، والكلام اللي جاي هخش بسببه في جدال انا عارف. قول عشان ما احسبوش. ما ينفعش تعمل يوم منفصل للكتف ولا تعمل له 10 اشكال في اليوم الواحد، وده لان الكتف الامامي شغال في كل تمارين الصدر والدفع، والكتف الخلفي شغال في كل تمارين السحب والظهر. انا مقدر الصدمه اللي انت فيها، فعلشان كده الكتف محتاج من 10 ل 12 مجموعه اسبوعيا، وده كله على حسب مستواك واستجابتك، ويستحسن يعني انك تقسمهم على يومين او 3 في الاسبوع. طب اعمل ايه يعني؟ يعني ممكن تقسمهم ل3 4 مجاميع امامي في يوم، ومعاهم 3 مجاميع جانبي، ويوم تاني مجموعتين جانبي ومعاهم 3 مجاميع كتف خلفي، وتبدا تراقب استجابه جسمك للحجم ده، وتشوف هتستجيب ازاي على مدار الاسابيع والشهور اللي جايه. وما تزودش ابدا غير لما كتفك يثبت وما يستجيبش للحجم التدريبي اللي انت حاطه. خابر لو الخريف اللي بتقول عليه ده طلع صح. اللي بقوله صح جدا، لانه مش كلامي لوحدي انا بس. سلام.